اوعي يكون عندك عقلية الضحية وانت مش واخدة بالك. يعني مثلا، يعني انت مستنيه حد يشجعك، مستنيه حد يفكرك انت المفروض تكملي شغل. يعني من فتره التانية الواحد المفروض ينسى ان المفروض ها يلا يشتغل، يلا عشان احنا عندنا 1 2 3 المفروض ننجزه. بيفضل يأجل وبيأجل وهو ناسي المفروض هو لو اشتغل هيوصل لإيه. يعني الوقت اللي هيضيعه ده هو تمن بيدفعه. اوكي، حاولي to romanticize doing it alone. يعني خلي عارفين كلمة romanticize، أنا مش عارفة أجيبها بالعربي. يعني تستمتعي أو تخلي الموضوع رومانسي كده، ان انتي بتعملي حاجة لوحدك وانتي مش مستنية حاجة من حد. ولو مستنية حاجة من حد استمتعي برضو انتي بتعمليها لوحدك، عشان لما تنجحي والناس كلها تشاور عليكي I did it alone. اتفرجي على قصص نجاح ملهمة، ده بيأثر عليكي زي كده ما انتي تتفرجي على التيك توك. اوكي، فبيلخبط دماغك، يديكي افكار كتيره. يعني طبعا هو التيك توك مش بيبقى يعني التيك توك هو مش كاتيجورايزد، هو كل حاجه على بعض سايحه. فانت لما يبقى ده جزء من روتينك وبتقعدي عليه بالساعات، كانك عارفه كانك بتشتغلي على حاجه بالظبط، بس انت بتعملي سيلف سابوتاج عكس السيلف لاف او سيلف ديفلوبمنت. عكس السيلف ديفلوبمنت بتبويظ النفس، هي سابوتاج ان انت بتبوظي حاجه. يعني الواحده ممكن تكون شغاله على السيلف ديفلوبمنت بتاعها وانت شغاله انه how to self-sabotage من غير ما تتفرجي على فيديوهات how to self-sabotage. sabotaging for you is way easier. طبعا هو easier for all of us، يعني سهل لينا كلنا self-sabotage. so you're working on how to sabotage yourself. مثلا زي ما فتحتي الفيديو ده، ممكن تكوني فتحتي فيديوهات شبهه كتير، فانت بتتفرجي على فيديوهات self-development، لكن لما بتيجي بتطبقي سيلف سابوتاج. ولما بتطبقي سيلف سابوتاج، يا سلام عليكي، مش محتاجة اصلا تتفرجي على فيديوز ان انت ازاي تسيلف سابوتاج يور سيلف. الموضوع تحسيه فطري، الموضوع منتشر عادي. تيك توك 7 ساعات في اليوم، this is self sabotage. قاعدة ما بتعمليش حاجة بصة في السقف، this is self sabotage. قاعدة في البيت ما وراكيش شغل ولا مشغلة، this is self sabotage. طبعا لما بتجوعي بتقومي تاكلي، فاللي هو قاعده بتاكلي وما بتعمليش حاجه، بتحوشي دهون وبتركني تفكيرك ماسكه الموبايل. عينك طبعا الموضوع بيأثر على عينك، بيأثر على دماغك، بيأثر على طريقه تفكيرك. القعده كتير بتأثر على جسمك، this is self sabotage. الفراغ الكتير بيأثر على طريقة تفكيرك برضو، حتى لو انت مش ماسكة الموبايل بيخليكي تعصبي بسرعة، بيخليكي بتفركي علشان عايزة تتحركي. ما هو البني آدم لازم يتحرك، مش قاعد كده زي الجماد. فبتمسكي على الصغيرة والكبيرة بتعملي منها موضوع علشان انت مش حاسة بقيمتك، فانت عايزة تعملي حاجة، عايزة تتكلمي، عايزة تعملي موقف، فهتعملي ايه؟ هتمسكي في اي حاجة سواء بقى منطقية او مش منطقية. وطبعا most probably هتبقى حاجة مش منطقية وحاجة ما تستاهلش كل اللي انت بتعمليه. لو اي حد عدى بفترة ان هو يكون فاضي قوي في حياته، حاجتين: يا اكتئاب، يا اللي انا بقول عليه ده هيستيريا، هيستيريك، زعيق وطاقة سلبية وخناق والحاجات دي كلها. فمهم جدا ان انت تعرفي انت كفلانة انا قيمتي ايه في الدنيا، انا بعرف اعمل ايه، انا بعمل ايه في الدنيا عشان احس بنفسي. اوكي، فده لازم تدوري عليه. انتوا عارفين عشان اثبت لكم قوي النقطه دي، انا مش عارفه في حد اتكلم فيها قبل كده ولا لا، ان الواحد ما بيعيش مبسوط، واللي عنده اكتئاب ما عندوش الحته دي، انه مش حاسس بنفسه. اوكي، يعني مثلا المكتئب بيبقى مكتئب ليه؟ ابسط حاجه، انا حاسس ان انا ماليش قيمه في الدنيا. ماليش قيمه في الدنيا يعني مش وراه شغله ولا مشغله، مش عارف هو شاطر في ايه، ما بيعملش حاجه، ما بيشتغلش. من جوه حاسس بفراغ كبير، حاسس ان هو مفيش حد بيشجعه ومفيش حد بيقومه وهو ما بيعملش حاجه، فاكتئاب، مش حاسس بنفسه. طيب هل انا ممكن اعمل حاجه غلط علشان احس بنفسي؟ ما انا مش شرط ابقى دكتوره، مش شرط اكون مصلحه في المجتمع، ممكن اعمل حاجه غلط عشان اعرف احس بنفسي. فالموضوع فطري غريزي بحت، لازم البني ادم يعمل حاجه عشان يحس بنفسه. يعني ايه يحس بنفسه؟ عشان تبقوا عارفين، الشعر ده بيجي هنا عمال يخليني احك. يعني يا جماعه، شاطر في الحاجه اللي بيعملها، بيحس بنفسه فيها، هو عارف ان هو شاطر في الحاجه دي، فبالتالي واثق من نفسه. هل ده معناه ان الحراميه وقتلين القتله والمافياز والحاجات دي والناس دي كلها اللي بتعمل حاجات غلط مش واثقه في نفسها؟ طبعا ممكن تبقى واثقه في نفسها. قتل القتله ممكن يكون واثق في نفسه اكتر من دكاتره كتير، ان ما كانش 100% من العصابات بتوع المافيا.
بيبقوا فظاع اصلا، بيبقوا باين عليهم الكاريزما من الطريقه اللي بيعرضوها على طول في الكرتون والافلام بتاعت هوليوود او بوليوود. على طول كده تبقى عربيات غاليه سودا، على طول لابسين اسود، ما بيتكلموش مع اي حد. طبعا انتوا عارفين الستيريوتايب بتاعت المافياز بتبقى عامله ازاي. فهو هنا مش شرط يكون بيعمل حاجه صح، بس بيعمل حاجه هو حاسس نفسه فيها. فالبني ادم يا هيعمل حاجه غلط يا هيعمل حاجه صح علشان يعيش. انتوا شايفين الموضوع فطري لدرجة ايه؟ علشان يعيش، مش عشان بس يعمل فلوس، لا علشان يعيش. لازم يحس ان هو عنده سلطة، باور، نفوذ في حاجة. مش شرط على ان هو يخلي الناس كتيرة تخضع له، لا، انه بيعرف يعمل حاجة والناس بتجيله. مثلا يعني هو شاطر مثلا في حاجة معينة في البيزنس، فالناس بتجيله انا عايزاك تعملي كذا، ابسط حاجة الشغل، خلاص. فهنا هو معروف بصمته في حاجة معينة. انت لو مش حاسه بنفسك لازم محدش هيدور لك. من الاول المفروض ان العيله بتكون بتخلق مجتمع او حياه معينه للطفل، بحيث ان هو لما يكبر خلاص هو عارف بقى بيحب ايه لانه جرب حاجات. بعض العائلات مش بتوفر ده، خلاص مش مشكله، نقطه وعديناها، مش هنفضل حاطين ايدينا على خدنا ونفضل نلومهم. اوكي، نكمل خلاص. حتى لو هتعيشي طفوله متاخره، حتى لو هتعيشي طفوله متاخره، حتى لو هتجربي حاجات المفروض كنت جربتيها زمان، حتى لو اللي حواليكي جربوها زمان، انت معلش حاجه مميزه حاجه مختلفه هتجربيها دلوقتي. انا ما بشوفهاش عيب. ايه يعني لما مش عايشه سنك؟ انا ما بشوفهاش عيب خالص خالص. انتي مش عايشه سنك بجد. I wanna be friends. اوكي. عمرك ما تعملي حاجه مش شبه اللي حواليكي وتتكسفي. اعتبريني قرصت ودانك كده، اوكي خالص. ليه ما تعتبريهاش حاجه مميزه؟ كنت اقول اعتبريها وحمه. ليه ما تعتبريهاش حاجه مميزه؟ ليه ما تعتبريهاش الناس كلهم خط مستقيم، اوكي، او الناس كلها ماشيه في اتجاه عشان هم شبه بعض، يعني مفيش حد مميز. انت اللي بتعملي حاجه مختلفه فانت المميزه. ليه بتشوفيها بالطريقه السلبيه ما بتشوفيهاش بالطريقه الايجابيه دي؟ عشان محدش مثلا علمك، محدش وعاك، ما عدتيش في مجتمع او بيئه مجتمعيه او جمله حسستك او عرفتك انه ده من حقك انك تفكري ان انت حاجه كبيره. يعني مش شرط على طول طالما انت بتعملي كده عكس الناس يبقى انت كده مختلفه بطريقه سلبيه. انت مختلفه بطريقه مميزه. هل انت بتعملي حاجه غلط او عيب او حرام، حاجه ضد الدين، حاجه ضد الاخلاق، حاجه ضد العادات والتقاليد؟ لا، شكرا. بجد عايزاكي تنسي بقى وترمي كل الكلام الفاضي ده. اي حاجه مختلفه انت عشان تنمي نفسك لازم تعمليها، حتى لو انت متاخره عليها اعمليها. كنت اقولك واللي على راسه بطح يحسس عليها. هل كده دي حاجه في صالحك ولا ضدك؟ مش عارفه. واللي عنده كلمه يقولها. يعني مثلا بس تعلمي فنون الرد، خلي بالك فنون الرد شطارتها مش ان انت تشتمي او تزعقي او تتعصبي او اللي هو انت ازاي تقول كده خالص. ده العكس تماما. الغرض انك تحرجيه بأدب وما تبينلوش انك ضايقتي. اوعي في اي مشكله او خناقه تبيني لحد ان انت اتضايقتي خالص. مثلي واعصري على نفسك 100 ليمونه، بس لا تدمعي ولا تعيطي ولا تتضايقي ولا ملامح وشك تتغير. زي ما انت cool very cool. بعدين لما تروحي اعملي اللي انت عايزاه. اوكي. ف حتى وانت بتضحكي على نفسك ان انت فعلا مش عايزه تبيني اللي قدامك ان انت اتضايقتي، ده هيساعدك. يعني الواحد لما يكذب الكذبه ويصدقها ده بيساعده انه يقنع اللي قدامه. زي مثلا لو حد بيحاول يقول حاجه بسخريه، فانت عارفه ان هو بيقولها بسخريه، ما تدخلش ودانك ولا عقلك يفهمها ان هو قصده سخريه. افهميها كأنها سؤال عادي وان الشخص اللي بيكلمك ساذج. يعني مثلا هل في حد لسه بيتمرن مثلا معرفش قوي ليفل 1 في الباسكت وهو عنده 26 سنة مثلا؟ انا بسيطة. فاكرين تامر حسني في عمر وسلمى 3 لما سلمى كانت بتقول له في اب يعمل كده قدامه شفت الباص بتاعت مدرسة بناته؟ قال لها مش انا عملت كده؟ قالت له لا، يبقى فيه بكل برود وهدوء. فليه عمل كده او ليه ادى رد الفعل ده رغم ان هي كانت متعصبه؟ علشان بدل ما يفهمها انها بتتريق او انها بتنهاره خدها ان هو سؤال. مش عملت كده يبقى فيه.
ببساطه. ف cool down girl، محدش يستاهل انك تعرفيه ان انت متضايقه. اللي بيجي يضايقك اصلا بتبقي انت مضايقاه. ف مبدئيا كده من قبل ما تفتحي بقك انت 1 هو 0. شايفين لما تفهموها كده بالراحه وبهدوء، مش اللي هو ايه تفكير الناس اللي هي للاسف شخصيتها ضعيفه. انا بجد ما بحبش الكلمه دي، بحسها شتيمه ووحشه قوي. لو انت شخصيتك مش قوي اشتغلي عليها، اشتغلي عليها عشان انت لنفسك، وانت اللي هتعيشي مع نفسك. محدش هيقعد معاكي اكتر ما انت هتقعدي مع نفسك، ماشي؟ عشان لو انت لوحدك او لما تبقي في ظروف مثلا هتحكم عليكي انك تبقي لوحدك حتى لو لفتره مؤقته، تبقي عارفه تتصرفي. ولو انت بتفكري او يعتبر عايشه لوحدك، هنفكر بطريقه ايجابيه. الناس كلها عايشه مثلا مع عيلتها او عايشه مع صحابها، انت عايشه لوحدك، هنشوفها بطريقه عامله ازاي؟ مختلفه. ما نفكرش ان انت لو مختلفه بطريقه تبقى سلبيه، في ممكن تبقي مختلفه بطريقه ايجابيه. اوكي، احنا بن reprogram our subconscious. كان نفسي اعمل لكم الفيديو بجد بكواليتي احسن من كده، بس ملحقتش الشمس. اوكي، فهنفكر بطريقه مختلفه ايجابيه مش سلبيه. تاني حاجه، احنا ليه ناسين ان ربنا موجود؟ انا ما بحبش الطريقه دي على فكره، انه طريقه الاجانب you can do it you can مش عارفه. حلو قوي، حلو قوي. طب البني ادم بيضعف من وقت للتاني. احنا we can do it we are strong وكل حاجه. طب البني ادم بيضعف من وقت للتاني، بيريتشارج او بيشحن نفسه ازاي؟ بيرجع لربنا. اوكي، يعني انا مثلا لو واحده ضايقتني او واحده ضايقت واحده، البنت دي ترجع من البيت ايه؟ منهارة ومتضايقة، ودي عملت معايا حاجة وحشة قوي ومش عارفة ايه. بعد الشر علينا كلنا من اي حد، ممكن اي حد يأذيه سواء بأي حاجة سلبية. يعني انا ما قلتش حاجة عظيمة، مضايقة بسيطة، بس بجد بعد الشر علينا من اي طاقة سلبية بجد تصدر من اي بني ادم. كلمة، اسلوب، موقف، حاجة كده حتى لو غير مباشرة، نو دي بجد انت حتى لا ما تقبليهاش على نفسك خالص. وتاني، مش اللي هو تروحي تنهاري الشخص، تعاملي بهدوء، بذكاء، ببرود، خديه على قد عقله. وطبعا دي يعني محدش يلا انا قررت اعمل كده فتعملي كده على طول. فكرة بتغرس في دماغك، لازم تتعاملي مع الناس، تتحطي في موقف كتير عشان تعرفي تتعاملي. اوكي، مش من اول مرة، حطي نفسك في مواقف كتيرة. انا نسيت كنت هقول ايه، لان انا من كل حاجة بفضل يا ربي. قلت من بعد الشر علينا من اي حد يدينا حاجة سلبية هنريتشارج نفسنا. الاجانب we can do it ومش عارفه ايه. طب البني ادم لما بيضعف خالص بيوزن هو يشحن نفسه، هيرجع لمين عشان يحس ان هو مسنود حتى لو من حد هو مش شايفه؟ احنا طبعا دلوقتي بقينا في عالم مادي بحت، استهلاكي بحت، بندي للناس اهتمام اكبر من حجمهم بشكل مش طبيعي، وبتهيألنا ان احنا مش مدينهم حق اكتر من حقهم. بس لا، يعني بيبان برضو على الناس، باخد بالي قوي من الناس اللي تفضل تبين قال يعني هي مش كده، ومنهم صناع محتوى، بس لا هي برضو بتهتم للناس جدا، وبيبان على طريقتها في الكلام وعرض محتواها. ف الاجانب خلوا بالكم ما عندهمش، حتى لو هم مسيحيين، حتى لو دول اوروبا او الروم او الجماعات دي كلها، المفروض الماجوريتي اللي فيها او الرئيس اللي بيمسك الدوله بيكون على الديانه دي. الدول دي ما عندهاش دين، الدول دي ما عندهاش دين ولا اخلاق ولا عادات ولا تقاليد. فعلى طول يقولك ايه the universe، العالم. طب يا جماعه العالم ده اللي هو ايه؟ اللي هو ربنا. لا، تلاقيهم بيقولوا اكتر universe. تلاقي تفكيرهم اكتر زي ما تقولوا يا اما الحادي يا اما بوذي او هندوسي، رغم ان هم مسيحيين. فاهمين ازاي؟ ذا يونيفرس والكلام ده كله اللي بيقولوه الهندوس او البوذيين، بتلخبط ما بينهم، ماشي، رغم ان هم بيكونوا مسيحيين. اوكي، فاحنا بنقول ايه؟ الله. على طول افتكروا ربنا. يعني لو تاني المثال انا كنت هقوله، افتكرت بنت ضايقتك، خلاص ترجعي البيت انتي متضايقه، او موقف حصل لك ضايقك فانتي راجعه البيت متضايقه. يعني انا لو مثلا حصل لي موقف زي ده، بفتكر ان ربنا موجود. فلما بشتكي لربنا مش لحد، يعني كلمه الشكوى دي انا ممكن ما اقولش اشتكي لان انا ما بحبش الكلمه دي، لما بتكلم مع ربنا. بس لو خلينا نقول بشتكي، ربنا الكبير عليا انا وهي، او انا وهو، الشخص اللي حصل معاه موقف. اوكي،
يعني انا مثلا لو قلت لبابا هو ملوش علاقه بيه، لو قلت ربنا يعني الشخص ده يعني تبع ربنا، انا وهو كلنا تبع ربنا. فيا رب عبدك فلان الفلاني ضايقني. يا نهار ابيض على كميه الراحه لما فعلا احس ان انا بشتكي لحاجه صح. لما بشتكي صح، مش اشتكي لبني ادم، اشتكي لربنا. ومجرد ما اقول، يعني انا دلوقتي اتاثرت بس انا بحاول امسك نفسي، لما اقول ان حد ضايقني انا يعني بحس باجبار، ربنا بيجبرني من جوه، اللي هو انا فعلا كاني فعلا انا بتكلم صح، ان انا لما اشتكي لحد اشتكي لربنا، لان هو من وانا نايمه ممكن ربنا ياخد لي حقي، من غير ما افتح بوق البني ادم ممكن ربنا ياخد لي حقي بطريقه كلنا عارفين، بطريقه ما تخطرش على بال اي حد خالص، بطريقه تشفي غليلي 100 سنه قدام، بطريقه اللي هو انا مش عايزه اكتر من كده. فنرجع تاني نريتشارج لربنا، مش لاي حد تاني. remember this, always remember this. نفتكر ربنا كتير قوي 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 قوي. السوشيال ميديا علشان الترندز اللي بتطلع كلنا عارفين انها كلها اجانب، صح ولا لا؟ حلوة قوي. مش مسلمين، حلوة قوي. قلنا ما عندهمش دين، حلوة قوي. يبقى لما نيجي نتأثر بيهم، الدين هنقرب منه ولا هنبعد عنه؟ هنبعد عنه. اوكي يعني انا متاكده الفيديوز الترندز اللي بتطلع لي هي اللي بتطلع لك، اللي بتعمل رقصات على الاغاني وبيبقوا ناس عاديه جدا، بس تلاقي التيك توك على طول بيبوش الفيديوز بتاعتهم. يعني صعب جدا تلاقي ترند عربي، ان كان مستحيل ما طلعتش الا مرتين ولا حاجه، وما انتشرتش قوي. ترند عربي ينتشر بره، وناس من البيج انفلونسرز اللي هم بيبقى عندهم 10 و5 مليون يعملوها. ده نادر ما شفتوش تقريبا الا مره واحده. لكن اللي هم بيعملوه، سواء هم ممكن هم كمان اللي يخترعوا الترند، خلي بالكم، سواء هم اخترعوه او الترند كده جاي من بره، احنا لازم نعمله، كلنا نعمله. ميجا انفلونسرز ومايكرو انفلونسرز وناس عاديه جدا بتحاول تبقى انفلونسرز بتعمل الترندز اللي ملهاش معنى دي. اوكي، فمين اللي بيأثر على التاني اكتر؟ بره بيأثر على جوه. فلازم نبني شخصية، نعرف نفلتر الحاجات اللي جاية من بره، مش نقلد وخلاص، او الموضوع عادي. لازم يكون عندكم تفكير نقدي، نبني شخصية. والحاجات دي برضو خلي بالكم بشكل غير مباشر بتعمل سيلف سابوتاج زي ما قلت لكم في اول الفيديو. ربنا ثم ربنا ثم ربنا. ما تخليش اي حد يضايقك بسهولة، لازم تشتغلي على ده، مش من اول مرة، هي مش دوسة زرار، لازم تحطي في مواقف كتيرة. فبالتالي ننقل على النقطة اللي بعدها، لما قلت لك بلاش قاعدة في البيت كتيرة، بلاش وقت فراغ على الفاضي. اعرفي انتي بتعملي ايه، وخلي بالك نسيت اكمل ارجع للنقطة دي. مش معنى ان انا قلت لك لازم تحسي بنفسك يبقى انتي هتعملي حاجة غلط. ما هو خلي بالك في ناس بقى لما ما بتعرفش تحس نفسها وتعمل حاجة كويسة بتنقل الحاجة الغلط، فبتشرب اي مغيبات للعقل. اوكي، هنا بتحس بنفسها، لازم يحس بنفسه. شعور فطري جدا ان هو يحس بنفسه، يحس بالانبساط. فبيعمل اي حاجة غلط يا اما يعمل حاجة صح. وهتلاقي على فكرة لو انت تعرفي او عندك اي قصص معينة من ناس اتحكت لك او ناس تعرفيهم، لو هما بيعملوا اتجهوا للطريق الغلط مش عارفين يعملوا حاجة صح، فعشان يعيشوا يتسرفايف، الغريزة بتكلمهم لازم نعمل حاجة عشان نعرف نعيش. هنعيش نعمل ايه؟ بني ادم يصحى وينام يفضل كده على السرير كأنه في غيبوبة؟ يلا نعمل حاجة غلط. وفي حديث انا مش متأكدة من صحته ولا لا، بس هو منطقيا طبعا صح، انه سيدنا محمد قال اخاف على امتي من ثلاث، منهم قال اوقات الفراغ. علشان دي برضو قال ان الشيطان بيخش البني ادم لما بيكون الانسان عنده وقت فراغ. شكرا جدا لحسن استماعكم، انا انبسطت قوي، حاسه ان انا عرفت اتكلم في كذا حاجه. انا عارفه ان انا بدخل كذا مواضيع في فيديو واحد، ما بعرفش امسك نفسي، بحس ان الانفورميشنز كلها مش بتفلو، الفلو ده عادي بتخبط كده. اوكي I said very good words. وده اقل حاجه عند واحده عندها ADHD. I hope you liked the video. انا متاكده
هستناكم تتفرجوا على الفيديو الجاي.